أخي. اسمك حمادة؟ السلام تفضل. عليكم ورحمة الله، كيف حالك الأخ أسعد؟ أهلا وسهلا، مرحبا. بخير عليك؟ أهلا وسهلا ومرحبا. الحمد لله الأخ أسعد. بما أنه لايف يعني وجها لوجه، نعم. يمكن لي أن أطرح عليك السؤال وتطرح لي سؤال مثلا للنقاش. تفضل. بما تفضل. أنك يمني وتؤمن وتقول أنها الصحراء أنها مغربية، وهذه يعني أنا نقول أنها شهادة، يعني وجهة نظري أنا أنها شهادة زور، لأنك بإذن الله ستحاسب عند الله، وأنا من الأول من المخاصمين لك بإذن الله تعالى. هذه الأولى. المسألة الثانية، عندي لك سؤال، يعني بغيتك تعطيني، يعني تبين لي بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل 75، أو سؤال ثاني تقول لي ما هو والي ولاية العيون قبل 75، مثل يعني والي ولاية الرباط، أكادير إلى آخره. تفضل والله، أي مغربي يمكن يجاوب على هذه الأسئلة. صافي، سد المايك. هذا تخاصمني عادي، نلتقي عند قيوم السماوات والأرض. الحمد لله نحن لم نسفك دم ولم نمزق أرض هناك ولم هناك أخ غلق أسعد، اسمعني غلق أتفاعل الميكروفون. معك. غلق. لا 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 ما ينفعش، ما ينفعش. أنت أكملت حديثك، دعني أكمل حديثي ثم أعيد الميكروفون إليك يعني مرة أخرى. الحمد لله ما عندنا رابوني، ما عندنا سجون، ما عندنا اعتقالات، ما عذبنا أحد، ما مزقنا أرض أحد، لم نغتصب أحد، لم نفعل شيء الحمد لله. لذلك أنا خاصمني يوم القيامة عادي. الحمد لله أنا دعوت، سأقول يا ربي أنا كنت مع وحدة البلدان، أنا كنت مع عدم تمزيق البلدان، عدم شرذمة البلدان، وانت تقول يا ربي أنا جيت أقسم هذه البلاد وأصبحت أداة جزائرية لتمزيق المغرب. بالنسبة لي للبوليزاريو أو من طالبتني بأن أثبت لك أنه كانت هناك صحراء، أنا من ينبغي أن يسألك هذا السؤال. اثبت لي أنت أن هناك كانت جمهورية الصحراء. أنا استضفت، لحظة لحظة، لا تفتح، لا تفتح إلى أن أعيد لك أنا الميكروفون. أنا أعيد لك الميكروفون. أما إثبات أنه كان هناك تبعية مغربية للصحراء، فهذه أثبتتها وثائق المراسلات بين شيوخ القبائل وسلاطين المغرب، أثبتتها الأعراق والأنساب التي بين المغاربة وما بينهم البين، أثبتتها أشياء كثيرة أعتقد إحنا ناقشناها وعجزتم أنتم أن تدحضوها. لكن السؤال الأبرز وهذا الذي يطرح، تقول لي أنت كمان يا المجد، تقول لي اثبت لي أني كانت الصحراء مغربية قبل 75، كأنك تقول لي اثبت لي أن الشمس في السماء. أنت الذي أنت تقول أن هناك كانت دولة، اثبت لي برئيس لهذه الدولة قبل 73، واثبت لي أي عملة لهذه الدولة قبل 73، واثبت لي أين كانت الدولة. وعندما أسست البوليزاريو، على فكرة أنا استضفت اثنين ممن أسسوا البوليزاريو، أحدهم البشير الدخيل والثاني نور الدين بلالي، باقي واحد لم تنشر حلقته في البودكاست. وقالوا عندما أسسنا البوليزاريو لم يكن هناك شيء اسمه جمهورية، وأسسناها على أساس أنها جبهة مغربية لتحرير أرض مغربية من الإسبان. ما كان هناك أبدا إلى 73، إلى تأسيس البوليزاريو. ولماذا سميت الساقية الحمراء الجبهة الوطنية لتحرير الساقية الحمراء؟ لماذا لم تقولوا الجبهة العسكرية لتحرير صحراء جمهورية الصحراء؟ ما قلتها لأنها لم تكن موجودة. أنك تجي تطالبني بأن أثبت لك أن الصحراء مغربية، صار لنا 4 سنين ونحن نناقشكم فيها، وبعدين هذا الموضوع أصبح شأنا جزائريا لا نتدخل فيه. موضوع الصحراء انتهى بالنسبة لي أنا وبالنسبة لمنصتي، لولا أننا في وجه لوجه لما سمحت لك أصلا أن تفتح هذا الموضوع لأنه منتهي خلاص، أشبعناه بحثا. الموضوع الآن شأن جزائري، كيف سيتم تفكيك البوليزاريو، كيف سيتم احتواء الناس الذين في تندو، كيف سيتم سحب السلاح من البوليزاريو. هذا الموضوع جزائري الآن، ممكن نناقشه مع جزائريين. حتى أنت أنت لست شأن، أنت مجرد حجر شالوك، كنت في السلطة المغربي ودخلت في السلطة الجزائرية. ما هذه مستواكم فقط. تفضل يا أخي. زيد فضلك. شوف، اولا انت لم تجبني على السؤال، هذه المساله الاولى، وانا باذن الله نجاوبك على السؤال. شوف الاخ اسعد، كل هذه الدول حديث. شوف،
متى تأسست المغرب؟ 1956. لم تكن هناك المملكة المغربية، نتحداك يعني أن تكون هناك المملكة المغربية الشريفة مثلا تأسست قبل 1956. كانت هناك سلطنتان، سلطنة فاس وسلطنة مراكش يا الأخ أسعد. وكل الدول الحديثة مثل يعني موريتانيا، مثل يعني الإمارات، مثل يعني أي دولة، نحن لا ننكر أنها يعني الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يعني نحن مكتوبة راها تأسست 1975، نحن لا ننكر هذا. لكن الأرض يا الأخ أسعد، يعني قبل الاستعمار الإسباني كان هناك صحراويون يسكنون في هذه الأرض، يعني عندهم شيوخ قبائل يحكمون فيها. يعني ما كنا تابعين لا سلطان. أين يعني كي دخلت إسبانيا، نحن عندما دخلت إسبانيا شكون اللي لقات في الأرض؟ هل لقات يعني راية مغربية؟ لقات سلطان مغربي؟ دارت اتفاقية مع شيوخ صحراويين. بما أن المغرب يقولوا أنها يعني دولة 12 قرن، أين كانت عن هذه الأرض؟ احنا كي دخلت علينا اسبانيا، لماذا لا تجد المغرب؟ لماذا لا تجد علم مغربي؟ لماذا يعني دير اتفاقيه مع سلطان مغربي او ملك مغربي؟ وما درتم مع الصحراويين الاخ اسعد. طيب شوف، خليني نفكك هذا على نقطة. انت ما جاوبت انت السؤال، تفضل. انا جاوبتك. لا لم تجبني. لحظة ما لحظة أعطيك أي لحظة، دليل. اسمح لي لو سمحت، اسمعني. هذا اسمه وجها لوجه. هذا الموضوع علشان أنا أعطيك ما تريد ضروري استدعي مغاربة وأقول لهم جيبوا الوثائق التي استعرضنا. أنت الآن جاي تتكلم عن جهد 4 سنين. ما أدري أنت كنت في جيبوها وأنا نتحداهم. عفوا، قفل دقيقة واحدة. نتحدى جزائريين الآن، كما قلت لك الموضوع جزائري. أنا أثبت لك أن هناك وثائق تثبت بيعة مشائخ قبائل الأقاليم الجنوبية لسلاطين المغرب، بل أن تندوف نفسها كان فيها سوق يشرف عليه سلاطين المغرب، تندوف نفسها. وهذا الأمور فتحناها أكثر من مرة. لم تكن هناك مغرب حتى هذا الموضوع. استدعينا واحد اسمه الشمالي وأخرج لكم وثائق من عام 1800 والمغرب اسمها المغرب. الدولة المغربية. لحظة يا أخي. المسمى، شكل الدولة تغير، نعم يتغير من دولة إلى دولة، يتغير، هذا طبيعي جدا مع تعاقب السنين. لكن اسم المغرب، حتى اسم المغرب كان عندكم اعتراض على اسم المغرب. حتى الجزائري يقول المغرب هو ليس المغرب، كان اسمها فاس ومراكش. من قال لكم انه كان اسمها فاس ومراكش عواصم، كانت عواصم لدول مغربية حكمتكم كلكم إلى داخل السنغال. هذا الذي أنتم لا تريدونه. وأنا قلت لك في واحد اسمه الشمالي، إذا تريد نضرب معك ولو انه موضوع اصلا استهلك، انت جاي تطالبنا بمجهود 4 سنين في لايف وجها لوجه.